back in my channel. بتمنى تكونوا بألف ألف 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 خير. بقالي فترة طويلة بشوف فون كيس مغرقة بنترست بمعنى الكلمة، موجودة في كل حتة وكله عملها، وهي عبارة عن فون كيس وايربودز كيس على شكل شبكة، او بصراحة مش عارفة اسم الغرزة دي ايه. المهم اننا هنجربها سوا. انا عن نفسي ما بحبش الشنط اللي بتبقى كروس، بحبها بتبقى هاند باج او تبقى اللي هي كتف، ولكن بصراحة شكلها جميل جدا فانا ما ترددتش اني اجربها. اي نعم انا اخدت وقت طويل قوي في التفكير، بس اديني جيت اهو. اتمنى الفيديو في النهاية يعجبكم، وبليز بليز ما تنسوش السبسكرايب وانكم تفعلوا الجرس عشان تشوفوا الشغل اللي جاي. ويلا بينا نشوف الحاجات اللي محتاجينها. هنحتاج اي نوع خيط رفيع صوف، طبعا اي لون تحبوه، بس انا حبيت الازرق لان ده لوني المفضل. وهنحتاج مقص نقص بيه الخيط، وهنحتاج الابره البلاستيك دي عشان التقفيل، وهنستخدم سنارة مقاسها مناسب لمقاس الخيط. انا هستخدم 4.5، والموبايل اللي حابين نعمل الكيس على مقاسه. في الاول هنعمل عقدة البداية، هي بتتعمل بطرق كتير قوي بس انا بعملها بطريقة الاكس، اني بجيب الخيط وببقى ماسكة طرفه من الناحية التانية، بجيب طرفه وبحطه كده في النص وبسحبه. بعد كده بجيب السنارة واحطها في الخيط واضيقها على مقاسها. دلوقتي هعمل 15 سلسلة، كل اللي هعمله اني اسحب الخيط وادخله في العقدة اللي معايا. بعد ما عملت 15 سلسلة جبت الموبايل عشان اقيسهم هما مظبوطين عليه ولا لا، لازم يبقوا قده بالظبط. ودلوقتي هنجيب السلسلة بتاعتنا وهنشتغل في الحلقة اللي بعد الابرة، شايفين دي هنشتغل في اللي وراها. هنلف الخيط على الابرة وهندخل في تاني واحدة. بعد ما ندخل هنسحب واحدة من الخيط، بعد كده يبقى معانا 3، هنسحب 2 وبعد كده هنلاقي 2 هنسحبهم بالابرة. بعد كده هنعمل سلسلة، السلسلة دي مهمة جدا جدا اوعوا تنسوها. هنسحب خيط وهنسيب اللي بعد اللي احنا اشتغلنا فيها، هنشتغل في اللي وراها. يعني هنعد 1 2 من بعد اللي احنا اشتغلنا فيها وهنشتغل في 2. بعد ما هندخل الخيط هنسحب واحدة هيبقى معانا 3، هنسحب 2 بعد كده هنسحب الاتنين اللي فاضلين. بعد كده سلسلة وهنحط خيط على الابرة وننزل في اللي بعد اللي احنا اشتغلنا فيها. شايفين اللي احنا اشتغلنا فيها اللي هي دي، هنعد 1 2 هندخل في 2. هكملها بنفس الطريقة لحد الاخر وهرجع لكم. وبعد ما خلصنا اول صف مش هنبقى محتاجين اننا نعد 1 2. بعد ما خلصنا هنطلع واحدة سلسلة، بعد كده هنقلب الشغل يعني هنوديه الناحية التانية، وهنحط خيط على الابرة وندخل في اللي احنا عاملين السلسلة فيها على طول اللي هي اول واحدة. هنلاقي 3 هنسحب 2 بعد كده هنسحب 2 وسلسلة. دلوقتي بقى احنا مش محتاجين نعد، بعد كده هنسحب خيط وهندخل في العمود اللي قدامنا على طول، لان ده هيبقى كده كده تاني واحدة. بعد كده هندخل جوه العمود ونطلع بعدين ب3 بعدين 2 بعدين 2 وبعدين سلسلة ونكمل الشغل عادي. شايفين بعد ما طلعنا مش محتاجين ان احنا نعد، هي اهي عند العمود ده، لان العمود بيبقى فوق بعضه، ديت مش شبكة، الشبكة بيبقى بين كل 2 واحدة، انما في دي احنا بنشتغل فوق بعض.
شايفين الشغل من تاني دور بدأ يبان ازاي؟ حقيقي الغرزة دي عظيمة جدا. كده يبقى فاضل عمودين هكملهم وهرجع لكم. بعد كده هسيبكم تكملوها للاخر، هنكمل لحد الاخر، بعدين نقلب الشغل، بعدين نطلع بصف كمان وبس لحد ما يبقى طوله طول التليفون. كده عملت الاتنين اللي فاضلين والشغل بقى واضح جدا. هبدأ معاكم الدور التالت عشان لو لسه في صعوبة. هنطلع بسلسلة ونقلب الشغل، بعد كده هنحط خيط على الابرة وندخل في اللي وراها على طول. بعد كده هنلاقي 3 هناخد 2، بعد كده هناخد 2 تاني ونعمل سلسلة، بعد كده هنعد 1 2 او ندخل في العمود اللي وراه على طول. بس كده. بعد كده هنكمل الشغل لحد الاخر، بعد كده نقلبه ونطلع لفوق. بس كل ما هنعمل صف لازم نجيب التليفون ونقيسه عليه. طبعا احنا لسه في الاول خالص، بس اعتقد دلوقتي ان الغرزة بقت سهلة. هنكمل لحد الاخر وهرجع لكم. وهي ده شكلها بعد ما وصلت للاخر. يلا بينا عشان نقفلوها سوا. في الاول بس عايزه اوريكم شكلها لان انا بجد فرحانه قوي بان الغرزه طلعت مظبوطه. دلوقتي هنقفلها زي ما بنطلع دور، يعني هنعمل سلسله وهنسحب خيط السلسله دي لفوق قوي قوي، ان هنطول الخيطه قوي علشان احنا دي اللي هنخيطه بيها. السلسله دي بعد ما هنشد الخيطه تبقى عامله زي عقده، فعمره ما هيتفك تاني، وكل الخيط ده احنا هنخيطه بيه. ده كده بالنسبة لنا اول وش. هنعمل نفس الخطوات كلها بعدد السلاسل اللي احنا عملناه. طبعا بتحسبيه وبتعمليه تاني. بنعمل الوش اللي هو بيبقى الناحية التانية. عامة الغرزة دي مش بيبقى ليها وش او ظهر، بس بيبقى فيه جزء شايل تراب او الخيط بيبقى مطلع حاجات غريبة. هتنقي الجزء الاحسن وهتدخليه من جوه، لان احنا بعد الخياطة هنقلبها لبره. الخيط الطويل اللي معانا ده هناخده من اول هنا لحد تحت خالص. هنجيب الابرة ونلضمها. قبل ما نبدأ خياطة بس انا عايزة اقول مع حاجة، البداية غير النهاية. دي النهاية اللي فيها الفي او السبعة، دي كده النهاية، فلازم يبقوا مع بعض. بالنسبة للبداية لما تيجي تقلبيها هتلاقي ان هي فيها صف واحد، ما فيهاش في ولا 8 ولا اي حاجة. الفتلة بتاعت الاخر دي هننيمها وهنخيط فوقيها بحيث انها تتدارى. احنا هنخيط دواير فوق بعض، بس لو حابة انك تعملي زجزاج عادي اي حاجة تنفع. هناخد من الاطراف خالص اي طرفين خيط جنب بعض هنحطهم في الابرة. اي طرفين خيط، مش هندخل لجوه خالص، هي بس الفتل اللي على الطرف. دلوقتي انا هكمل خياطة لحد الاخر، واول ما اوصل للناحية التانية هرجع لكم. وكده ابقى خيطتها كلها، بس عندي تعليق صغير. لما تيجي نخيطها هنحس ان الطرف التاني مايل، في طرف مظبوط وفي طرف مايل. العلاج ان احنا نخيطها لفوق كمان، يعني نطلع كمان الخطين اللي فوق نخيطهم برضو في بعض، نفضل نخيطهم لحد ما نحس انها بقت مفرودة. وكده بقت مفرودة بالظبط. دلوقتي هنعمل عقدة وبعد كده نقص الخيط. بعد ما شديت العقدة هخبي الخيط تحت، وهجيب المقص واقصه وهو طالع لبره، لان احنا كده كده هنقلبها. كده نبقى خلصنا خياطة خالص ومش ناقص حاجة. دلوقتي هنقلبوها.
ودلوقتي فاضل اننا نقيسه على التليفون. مبدئيا بس انا حابه اقول حاجه، لما نلاقيه اصغر من التليفون ما نتخضش ونقول احنا بوظنا الدنيا وكله حاجه باظت ولازم نعيده تاني من الاول. دي شبكه لازم تبقى ضيقه ولازم تبقى صغيره، عشان كده بقول نبقى عاملين السلاسل على قد التليفون بالظبط، ما نزودش ولا نضيق. لو شايف انه مش هيدخل اكتر من كده، لا هو هيدخل، هو بس محتاج زق. لو الجراب ده اتعمل واسع او ضيق مش هتبان الغرزه، لازم الغرزه تبقى ضيقه علشان الفتحات تبان. وهو ده شكله، وانا حقيقي مبسوطه قوي بالنتيجه. وعاوزه اوريكم حاجه كمان، انا عامله لول تاني للايربودز وبصراحه طلعت جميله جدا. دي بقى اللي انا اتخضيت فيها لما لقيت ان الكيس مش مقاسها خالص. بعد كده فهمت انها لازم تبقى ضيقه عشان تبقى باينه لما تحاولي انك توسعيها وانتي بتدخليها جوه. بصراحه شكل الاتنين مع بعض يجنن، وانا مبسوطه جدا بالطريقه. دلوقتي هعلمكم ازاي تعملوا ايد. عن نفسي انا مش هعمل لها ايد لان انا عندي سترابس ملونه جميله انا بحب استخدمها على شنطي، فانا هحط لها واحد من دول. انا هوريكم ازاي تعملوا الايد. انا هعمل ايد صغيره يعني مثلا كده، وانتوا بقى تبقوا عارفين انتوا الطول اللي انتوا عايزينه. هنجيب الابره والخيط وهنعمل عقده، وبعد كده هنجيب جنب الكيس وهندخل الابره ونسحب العقده. هنبقى طبعا قايسين الطول اللي احنا عايزينه بشنطه عندنا قديمه او شنطه احنا بنحب طولها، هنقيس طولها وهنعمل سلاسل على نفس طول الشنطه. عن نفسي انا هكتفي بالطول ده، انتوا بقى كملوها لحد الاخر. دلوقتي كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنروح على الجنب التاني ونبقوا مجهزين المكان اللي هندخله فيه، يبقى فيه مكانين. هندخلها من هنا وبعد كده هنسحب واحدة بالإبرة وهندخل من جنبها في الجراب. احنا لسه في الجراب، احنا مش في الإيد. وهنسحب واحدة كمان بحيث انها تبقى ماسكة بالجراب من ناحيتين. بعد كده هنرجع للسلسلة، هنمشي على الفي، شايفين الفي دي او السبعة، هنمشي على طرف منها، هنعمل غرزة حشو. هنسحب واحدة هنلاقي اتنين، هنسحبهم هما الاتنين. هنفضل مستمرين كده لحد الاخر. انا عمالة اتلخبط واعمل عمود لاني اشتغلت كتير قوي في الكيس دي. هنكمل غرزة حشو لحد الاخر وهرجع اعملها معاكم. واهي لحد ما وصلت للاخر، ولسه هعمل واحدة كمان معاكم. بعد كده هندخل في المكان اللي هو جنب اللي احنا دخلناها منه. هنسحب الخيط ويبقى معانا اتنين، هنخلي اللي على الطرف تسحب التانية. بعد كده هنعمل سلسلة وبس. هنجيب المقص ونقص الخيط، بعد كده نبقى نداري الخيط الزيادة بس كده بالإبرة دي. المهم دي طريقة الايد، وده هيبقى شكلها. طبعا انتوا المفروض هتطولوها اكتر من كده بكتير، يعني انها تبقى كروس او كده. انا عن نفسي دلوقتي هفكها لاني مش حباها. انا هحط لها الستراب ده لانه بحبه جدا جدا، لانه فيه كل الالوان وشكله جميل. هحطه من الفتحتين اللي من الجنب كده. وبس كده، ده هيبقى شكله. بصراحة انا حباه جدا كده. وبالنسبة للكيس بتاعت الايربودز ده، هي ديت انا عملتها قبله. كنت بصراحة بجرب فيها الغرزة تنفع ولا لأ، بس الحمد لله نفعت، وبجد الاتنين لونهم وشكلهم يجنن.
فخورة قوي بالنتيجة دي، وبصراحة شكله عجبني جدا. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص. حبيت اني اشرح الفيديو ببساطة، وبصراحة النتيجة كانت رهيبة. لو حد لقى ان الطريقة مش مفهومة يقدر يكتب لي في الكومنتس واحاول اساعده. بصراحة ما كنتش اتوقع ان ده هيبقى شكل الكيس في النهاية وانها هتنجح. بتمنى يكون شرحي كان واضح وان الفيديو عجبكم. هنزل افكار سهلة جدا الفترة الجاية، بتمنى انكم تشوفوها وتعملوا سبسكرايب. يا ريت لو الفيديو عجبكم تعملوا لي لايك وتسيبوا لي كومنت حلو، ولو هتجربوها ارجعوا قولوا لي رايكم فيها لما تخلص. اتمنى اشوفكم على الف خير الفيديو الجاي.